هاي جايز، كيفكن؟ رجعنا لكم بفيديو جديد وهو طريقة تحضير البفتيك بطريقة كتير سهلة وطيبة. ويلا لنبلش. بالمكونات بدنا كيلو ونص من البفتيك، بدنا كمان توم، بدنا كباية من الخل الأحمر، بدنا ربع كوب من زيت الزيتون، معلقة صغيرة من القرفة، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من السبع بهارات، معلقة صغيرة من البهار الأبيض، وبدنا ملح حسب الرغبة. وكمان بدنا حامضتين، كمان شي حبتين فليفلة او فيكن تحطوا كمان اكتر حسب الرغبة، وكمان بدنا شي حبة او حبتين بصل. وهلأ منبلش بتقشير البصل بهيدا الشكل. وبعدين بدنا نقطعن شرحات بهيدا الشكل مثل ما عم تشوفوا بالفيديو. بدنا اياهن بهيدا الشكل، شايفين كيف؟ وهيك بنكون خلصنا من البصل. وهلأ بدنا نبلش تقطيع بالفليفلة، وهلأ بدنا نقطعها كمان هيك شرحات مثل ما هلأ بتشوفوا بالفيديو. شايفين كيف بهيدا الشكل بدنا اياهم بالطول. بعدين بعصير الحامض منحط الثوم ومنحركن بهيدا الشكل. وهلأ منضيف الخل الأحمر فوقن، وبنرجع منضيف الفلفل، بعدين منضيف بهار أبيض وسبع بهارات، وكمان منضيف القرفة، ومنضيف كمان الملح ما تنسوا، وبعدين منحركن كتير منيح. هلأ منجيب الفليفلة اللي قطعناها ومنحطها فوق الصوص اللي عملناه، بعدين منضيف البصل كمان اللي قطعناهم، نحركن منيح بهيدا الشكل. وهلأ بعدين عنا هون لحمة البفتيك، بدنا نبلش نغمسن بالصوص مثل ما شايفين بالفيديو. أول شي بنحطن هيك بهيدي الطريقة، ولازم من الميلتين كمان يتغمسوا منيح بهيدا الشكل. شايفين كيف؟ نرجع منشيلها ومنحطن بهيدا الشكل، ومنحاول كمان نحط بين طبقة والتانية شوي من البصل والفليفلة بهيدا الشكل. وهلأ منضلنا عم نعيد لحتى تخلص كمية البفتيك بهيدا الشكل.
وهلأ بعدين بنحط الصوص فوقن بهيدا الشكل بقية الصوص، بعدين بنتركن بنغطيهم لمدة ساعتين، نتركن لحتى ينتقعوا منيح، وبعدين هلأ بعد ساعتين نشيلن بهيدا الشكل بنحطن بقلب الطنجرة بهيدا الشكل. شايفين كيف عم نستفن بهيدا الشكل. وهلأ من بعد ما خلصنا بنحطن عالنار لحتى يستووا بهيدا الشكل. شايفين هلأ شكلن شو حلو؟ هيك بيكون خلص الفيديو لليوم. ما تنسوا تعملولنا لايك وسبسكرايب، ومنشوفكن بالفيديو الجاي. باي.